السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح إزاي نضيف تأثير على التكست بحيث إن إحنا نخليه بشكل أفضل. وليكن مثلا أنا عندي هنا الشكل ده للتكست والشكل ده. تمام، أنا عامل منه اتنين عشان نلاحظ الفرق اللي بيحصل في التعديل. طبعا الفونت مهم جدا إن إحنا نغير شكل الفونت على حسب الديزاين اللي إحنا شغالين عليه، بس ده كمثال يعني فهيكون أي فونت والاتنين زي بعض. بالنسبة للتأثيرات اللي ممكن تحصل على التكست ففي أكتر من تأثير، ونقدر نعملها كلها من الblending option، إن إحنا نضغط مرتين هنا في القائمة دي. من خلال الblending option هنا بنقدر إن إحنا نعدل شكل التكست عامة. وليكن مثلا لو جينا نعمل بيبل للتكست هنلاحظ إن هو خد شكل 3D شوية. نقدر من خلال إن إحنا ندخل على أي قائمة منهم نعدل الإعدادات بتاعتها بحيث إن هي تكون مظبوطة وبالشكل اللي إحنا عايزينه. الستروك ده بيكون عبارة عن لون حوالين التكست كله. وليكن مثلا لو اخترنا لون، أي لون زي الأصفر كده، وزودنا الستروك هنلاحظ إن هو إيه، لون بيكون حوالين التكست. تمام، نقدر إن إحنا نخليه من بره الأوتسايد هنا أو نخليه في النص بحيث إن هو يغطي على التكست نفسه، أو يكون من جوه شوية، من جوه ومن بره في نفس الوقت، أو نخليه انسايد يكون من جوه بس ما يطلعش بره التكست. الانر شادو بيكون عبارة عن زي ظل للتكست، هو مش هيكون واضح معانا علشان لون التكست أسود، فاحنا ممكن من الكالر اوفرلاي هنا نغير لون التكست، وليكن مثلا نخليه باللون الأصفر، ونرجع للانر شادو هنا ونبدأ إن احنا إيه، نظبط الانر شادو. هنلاحظ إن إيه، بيعمل ظل جوه التكست نفسه. تمام، بحيث إن هو التكست زي ما يكون إيه، محفور بالشكل ده. الانر جلو عكس الانر شادو، ده بيعمل إضاءة جوه التكست نفسه. احنا برضو نقدر نغير اللون هنا بتاعه وليكن مثلا بالشكل ده، ونقدر ان احنا ايه، نعدل في الشكل ده بالطريقة دي. وبرضه عشان معمول البلند بتاعه سكرين فاللونين داخلين في بعض، فاحنا لو غيرناه وخليناه نورمال هيكون ظاهر معانا بالشكل دوت، ونقدر ان احنا نعدل عليه زي ما احنا عايزين برضه. طيب ايه اكتر الحاجات اللي احنا بنقدر نستخدمها وتطلع شكل كويس؟ البيفل بشكل ما بنستخدمها بشكل كبير شوية، والستروك، الانر شادو والجلو، والجريدينت اوفرلاي، والدروب شادو. الدروب شادو زي ما هو واضح بيطلع شادو ورا التكست نفسه، وبرضه نقدر نتحكم هنا في البعد بتاعه، ونقدر نتحكم في الحجم بتاعه، ونقدر نتحكم في الحدة بتاعته بحيث ان هو يكون ايه، زي كده او باهت على بلور زي كده. طب هل في طريقة اسهل احنا ممكن نعمل بيها الكلام ده كله من غير ما احنا نفضل نعمل خطوة بخطوة زي كده؟ في طريقة بسيطة عن طريق الستايل اللي موجودة هنا. تمام، بيكون فيه اكتر من ستايل زي كده، نقدر ان احنا نختار بينهم. ولو نلاحظ كل ستايل بنختاره بنلاقي الحاجات هنا بتتعدل، بتتغير على حسب الستايل اللي احنا عاملينه. فمنها برضو نقدر نفهم اكتر الفكرة بتاعة الستايل، او نقدر نعمل حاجة زيه ازاي، او حتى نعدل عليه ازاي. وليكن مثلا ستايل زي ده احنا مش محتاجين اللون ده. هنلاحظ ان هو معلم على الدروب شادو، في شادو محطوط من ورا الجريدينت اوفرلاي اللي هو اللون بتاعه، مغير اللون بتاعه. في color overlay وفي gradient، ممكن نعمل أي واحدة منهم. الcolor ده بيخلي لون واحد بس، الgradient بيكون لونين أو أكتر. وعامل 3 ستروك بحيث إن هو إيه، يعني لو قربنا من التكست كده هنلاحظ إن في ستروك أسود اللي هو حوالين التكست على طول، وبعد كده في ستروك أبيض، وبعد كده في ستروك تاني بنفس اللون أو أغمق شوية من اللون بتاع التكست. ولكن مثلا عايزين نعدل اللون اللي جوه، هنيجي عند gradient overlay ونختار الجريدينت. هنلاقي إن هو محدد أكتر من لون هنا، إحنا ممكن إن إحنا نعدل فيهم كلهم، أو لو مثلا محتاجين إن إحنا نعمل حاجة خاصة بينا إحنا ممكن نضغط عليها كده ونسحبها لبره هتتشال، بحيث إن إحنا إيه، نخليهم لونين بس زي كده. ونبدأ إن إحنا ندوس عليها ضغطتين ونعدل اللون اللي إحنا محتاجينه بالشكل ده. ولكن مثلا كده يكون إيه، أغمق شوية بالشكل ده. بس برضو في ستروك حوالين التكست نفس لون القديم، فإحنا ممكن نيجي عند الستروك هنا. هلاحظ إن هما 3. أول واحد اللي هو بيكون دايما من قدام، والباقي بيكون أغلبا وراه. فاحنا نيجي عند آخر واحد اللي هو اللون ده، ونغيره مثلا باللون ده، هيكون معنا بالشكل ده. طيب ازاي اجيب الحاجات دي بحيث ان انا اقدر استخدمها على طول او ان انا اعدل عليها؟ دي هتكون موجودة في قائمة الويندو في البلجنز، هتكون موجودة هنا في الستايل. تمام، هي المجموعة دي، وهيكون في هنا اكتر من مجموعة نقدر نستخدمها. طب انا لو عجبني شكل تكست معين او فونت معين وانا محتاج ان انا استخدمه بس مش عارف اسم الفونت ده ايه، او محتاج ان انا اعمل الستايل بتاعه مش عارف الستايل بتاعه اوصله ازاي، ممكن بكل بساطة نستخدم في الذكاء الاصطناعي
بما إن هو بيوفر الموضوع ده بشكل سهل وبسيط. وليكن مثلا عندنا هنا موقع فريبك عليه فونتات كتير، وليكن مثلا الفونت ده مش هيكون متماشي مع اللغة العربية لأن هو معمول بالإنجليزي، فبكل بساطة نقدر إن احنا ناخد صورة بس منه، مش محتاجين إن احنا أصلا ننزل الفونت. وكطريقة بسيطة نقدر نستخدمها عشان ناخد أي صورة عن طريق ويندوز وشيفت وإس هيظهر الشكل ده. نقدر إن احنا نحدد منه مكان ناخد منه سكرين شوت في الشاشة كلها، وليكن مثلا هو دلوقتي محدد، فأنا همسك كده وأسحب بالماوس، فأنا إيه أخدت الصورة دي كوبي. أقدر إن أنا أروح في أي حتة وأدوس كنترول في أو باست هتتحط معايا في المكان اللي أنا عايزه. وبالنسبة للفيديو ده أنا هستخدم كوبايلوت اللي هو الخاص بمايكروسوفت. أنا اديت له الصورة زي ما واضح هنا، ولو جربت إن أدوس كنترول وفي هنا في التكست هيبدأ إيه إن هو يحط الشكل اللي أنا خدته سكرين شوت، وابدا اكتب الكلام اللي انا عايزه عليه بحيث ان هو ايه يبدا يعدل لي فيه. انا قلت له ان انا عايز يغير لي الكلمه دي بكلمه رحيم ديزاين، بس ايه يخلي نفس الستايل ويعمل الخلفيه سودة من غير اي افكتات. طب ليه سودة؟ علشان اقدر ان انا اشيل الخلفيه بسهوله من عن طريق فوتوبيا وارجع استخدم الفونت في اي حته. لان هو لو عمله لي بنفس الشكل ده هيكون الخلفيه موجوده معايا، ممكن ما تكونش متماشيه مع الديزاين، أو ممكن يكون إن هي صعب شوية إن إحنا نشيلها، أو مش هتكون بنفس الدقة باللون الأسود. تمام، بس هو ده برضه بالإنجليزي وده بالإنجليزي، إحنا ممكن نخليه نفس الكلام ونروح نغير ونقول له خليها بالعربي. نفس الكلام change text to رحيم ديزاين بالعربي أو أي كلمة إحنا عايزينها والسيم ستايل، إن هو يخليها بنفس الستايل هيحولها إيه بالعربي بالشكل ده. أقدر إن أنا أعمل داونلود للصورة من هنا وهتكون عندي على الكمبيوتر وأقدر إن أنا إيه أستخدمها على فوتوبيا. وليكن مثلا ادي الصورة اللي عملتها. طب انا دلوقتي عايز اخلي الصورة دي متفرغة او مش موجودة الخلفية السوداء دي. بكل بساطة هاجي في قائمة select و color range، ده بيخليني اقدر اختار لون معين موجود في الصورة كلها بشكل منفرد. فانا هقدر ان انا احدد كده على اللون الاسود، اللون الابيض هو الشكل اللي هيكون متحدد، واقدر من هنا ازود الحدة بتاعت الايه بتاعت اللون اللي انا مختاره. فانا اخليها الديفولت بتاعها اللي هي 40 وندوس اوكي. تمام، هنلاحظ ان هو حدد اللون الاسود كله علشان ما يكونش فيه أي غلطات أو يكون الشكل مظبوط أكتر. بنيجي على select تاني وموديفاي وإكسباند. إيه الإكسباند دي؟ الإكسباند دي بتكبر الحجم اللي أنا مختاره بنفس طريقة التحديد. وليكن مثلا أنا خليت الرقم ده 10 ورحت دوست أوكي، هنلاحظ إن هو إيه حدد جوه التكست أكتر بنفس شكل التحديد. ولو مثلا جيت هنا تاني ورحت عملت إكسباند وخليته 20 هنلاحظ إن هو هيحدد جوه أكتر. تمام، فهو الجزء اللي أنا محدده هو الجزء إيه الصغير ده. فإحنا إيه هنرجع ونحدد إيه أول حاجة بس اللي إحنا زودناها اللي هي يا دوب 1 بكسل. وممكن بكل بساطة نعمل كنترول وآي علشان نشيل اللون الأسود، أو ممكن نعمل له ديليت بكل بساطة عن طريق زرار الديليت، وهيبقى معانا التكست بالشكل ده نقدر نستخدمه في أي حتة من غير الخلفية بكل سهولة. وهسيب لكم لينك الموقع الخاص بفريبك وكوبايلوت في الديسكريبشن تحت. ولو محتاجين أي استفسار برضه هتلاقوا لينك الصفحة الخاصة بتاعة الفيسبوك برضه موجودة في الديسكريبشن عشان لو في أي سؤال أو أي حاجة واقفة معاكم. وشكرا.